السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش صوتي محشرك شوية، بس يعني ايه هحاول يعني ان شاء الله بإذن الله اتكلم. النهاردة هعمل لكم يعني أكلة حلوة قوي. العاشورة طعمها تحفة وجميلة وكل الأطفال بيحبوها والكبار. وطبعا احنا عارفين القمح الكامل ده بيكون مفيد جدا وكله فيتامينات وهايل قوي قوي للأطفال وصحة ولادنا. لازم احنا لما نيجي نقدم حاجة حلوة للأطفال ونراعي قوي الفيتامينات ونراعي الحاجات الصحية اللي بتكون موجودة في أي وجبة، بدل ما نشتري الحاجات من بره وبتكون غير صحية. فاحنا بنعمل حاجات في البيت مفيدة ومغذية، وفي نفس الوقت احنا ضامنين احنا عاملينها ازاي. فانا النهاردة ان شاء الله هعمل لكم العاشورة، ودي سهلة جدا وطريقة جميلة قوي ومتناول الجميع، وان شاء الله تعجبكم وجربوا طريقتي والله مش هتندموا. واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا ايه كل جديد. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا خدت معايا نص كيلو من القمح. طبعا هو متنقي في زي ما انتوا شفتوا كده العبوة اللي عندي دي. نقعتها حوالي 3 ساعات في مية عادية خالص. وبعدين هبدأ دلوقتي بالمكونات بتاعتنا. معانا لتر ونص لبن، معانا كوباية نشا، معانا كوباية سكر كاملة، ومعانا فانيليا ومعانا جوز هند لو احنا عايزين نحط اي حاجة بقى من عندنا، ومعانا الكريمة او القشطة اللي بناخدها من وش اللبن، ومية. طبعا انا بعد ما نقعتها دلوقتي هبدأ ان انا اشتغل عليها واولع النار عليها واشوف هعمل ايه. فحطيت 2 لتر من المية على نص كيلو القمح، واسيبهم لحد ايه ما يغلوا. اول ما يغلوا ويدخلوا في الغليان زي ما انتم شايفين كده هشيل الريم ده طبعا، وبعدين يبدأوا يغلوا هطفي خالص، واسيبها واغطي عليها واسيبها لحد ما ايه سوري، لحد ما تتشرب و... وتستوي. فزي هتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي طفيت عليها بعد ما غليت، وفتحت عليها بعد نص ساعة لقيتها يعني ايه زي ما انتوا شايفين كده استوت واتشربت ولسه في شوية مية. هبدأ بقى اشتغل واشوف هعمل ايه. انا هشوف اجيس دلوقتي اشوف اذا كانت استوت ولا لا. لقيتها فعلا استوت. هاخد جزء منها، جزء من القمح اللي احنا سالقينه ده، وهناخده على الكبة او على الخلاط whatever يعني، وبعدين شوية مية وهنشوف هنعمل ايه. عشان الخطوة دي مهمة قوي واختيارية، يعني اللي عايز يعني يستخدم الطريقة دي يستخدمها، بس دي الطريقة الصح. انا دلوقتي حطيت حوالي كوباية لبن علشان افك القمح ده، وهبتدي اضربه كده في الكبة لحد ما يتجانس خالص زي ما انتوا شايفين. انا دلوقتي خلطت كل القمح مع اللبن وضربتهم كلهم في الخلاط، فاصبح الخليط عندي متجانس وداخل في بعضه. هرجعه تاني، سوري يا جماعة، هرجعه تاني بقى على النار في الحلة. هخلطه بنص القمح الكامل اللي انا ايه سبته، وهبدأ اخلط المكونات دي مع بعضها وهولع النار عادي جدا. وهبدأ بقى اشوف الشغل بتاعي، وهضيف اللبن وهسيبه يغلي. يعني ههدي عليه واحط السكر عادي، وهسيبه يغلي واوطي عليه لحد ما تستوي تماما. يعني بتاخد لها من حوالي ساعة لساعة ونص على بال ما ايه تكون طرية قوي حسب ما انتي تحبيها. في برضو ناس يحبوا لما يجوا ياكلوها تكون بتعض شوية او لسه ماسكة نفسها شوية، وفي ناس بتحب تاكلها مستوية على الاخر. انا دلوقتي في المرحلة دي حطيت الجوز الهند لو انتي حابة، يعني اختياري برضو. عدى الوقت بتاعها اهو، استنيت عليها ساعة كده وساعة وشوية، لقيتها فعلا استوت وبقت جميلة جدا وغليت. هشوف بقى انا هحط ايه من المكونات لغاية ما يعني تستوي على الاخر. هي خلاص تقريبا استوت. حطيت القشطة بتاعتي، بحطها في الاخر ما بحطهاش في الاول علشان يعني يبقى في حاجات بنخليها في الاخر يعني. والنشا برضو في الاخر هشوف النشا برضو بتاعتي علشان هي تقريبا كده استوت. وطبعا السكر انتي بتشوفي حسب الحاجة، يعني بتحبيها مسكرة بتحبيها متوسطة زي ما انتي بتحبي. اللي انا حطيته ده كريم شانتيه، ودوبته في مية بره الاول عشان ما يكلكعش. والخميرة معايا دلوقتي قصدي سوري النشا، هنقلبها. نحاول ندوبها بره في مية او لبن مفيش مشكلة سيان يعني، بس المهم ان هي تدوب خالص على الاخر. عارفين ليه؟ علشان انتوا زي ما انتوا عارفين كده ان النشا بيكلكع وممكن قوي يعمل تكتلات لو احنا حطيناه من غير ما ندوبه بره في مية ساقعة او مية باردة. المهم ان هي ايه
ما تكونش شديدة ولا تكون سخنة ولا تكون بتغلي، ولا نحطه على طول كده عشان ما يكلكعش، لازم ندوبه الاول. دلوقتي انا دوبت المكونات كلها مع بعضها وحطيت النشا وقلبتها. هي طبعا استوت خالص، ما نحطش النشا غير في المرحلة الأخيرة، يعني قبل ما نطفي عليها بحاجة بسيطة، علشان زي ما انتوا عارفين كده ان ما ينفعش نحطها في الأول وهي لسه ما استوتش. خلاص هي كده بقى، نسيبها حوالي 10 دقايق تغلي لغاية ما تتجانس وتتقل، وبعدين نطفي عليها وهي كده جاهزة للغرف. هسيبها 10 دقايق على النار بتغلي، بس موطيه عليها، اوعي تعلي، لو علت هتشيط منك، ولو عليتي النار لا هتشيط منك خالص، ممكن تتحرق وتبوظ الاكله. لازم الالبان او الرز بلبن او المهلبيه او اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها دي بنستخدم فيها النشا، بنوطي النار خالص لحد ما هي نفسها ت... يعني بنعلي في اول 10 دقايق، وبعدين بنوطي النار خالص لغايه ما تستوي على مهلها خالص. اهي دلوقتي شايفين النشا اشتغلت وتقلت وبقت تحفة، والقوام ده جميل جدا 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 ومناسب جدا. وعايزة اقول لكم بقى طعمها هايل وتحفة ومغذية ومفيدة، وفيها كل حاجة حلوة للأطفال ولينا، ويعني سهلة كمان في العمايل بتاعتها، وما بتاخدش اي وقت، وجديدة ومختلفة. ان احنا مثلا متعودين نعمل رز بلبن، العاشورة دي مفيدة اكتر يعني. دلوقتي انا هغرفها بقى وهبتدي احطها في الكاسات بتاعتي، واي عبوات عندك، اي بولات زي ما انت عايزه. هي بتاخد شكل السطح، الوش كده بيكرمش. يعني انت بقى طبعا علشان انت تستخدمي لو هتبيتيها في التلاجة او تحطيها في التلاجة، انا بفضل ان انت بتغطي الوش ببلاستيك راب علشان يكرمش ويبقى حلو، وفي نفس الوقت ما ينشفش معاكي، لان الانواع دي من الحاجات اللي بيكون فيها نشا، الوش دايما بينشف وبيشد كده وبيبوظ الاكله اللي انت عاملاها. فدايما تغطيها ببلاستيك راب، وبعدين لما تيجي تستخدميها او تيجي خلاص هتاكليها تشيليه، هتلاقي الوش جميل قوي وزي ما هو، وما تغيرش وما تجلدش ولا اي حاجه خالص، بالعكس يبقى طعمه حلو قوي وشكله حلو قوي. وبالهنا والشفا لولادك، واعملي كل حاجه نفسك فيها، ما تحرموش نفسكم. يعني الوصفات سهله والامكانيات متوفره، يعني ما حدش يفكر ان هو يقول هنشتري من بره او يكسل يعمل، لا سهله جدا لما بس انوي، وان شاء الله ربنا يعينك وتقدري تعملي احلى الوصفات واحلى الاكلات ليكي ولولادك. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله باذن الله استنوني في فيديوهات تانية جديدة. مع السلامه.